في الأول كده لازم تسأل نفسك سؤال مهم، هو ليه ساعات بندعي من قلبنا ومش بنلاقي الاستجابة اللي احنا مستنيينها؟ ليه ساعات بنحس إن الدعاء واقف مكانه، لا في رد ولا في أي علامة على القبول أو الرفض؟ السؤال ده يا صاحبي بيجي في دماغ كل واحد فينا في لحظة ضعف، أو ممكن ببساطة كده نقول في لحظة حيرة. وهنا بقى يا صاحبي لازم ناخد بالنا من إن الموضوع أعمق بكتير من مجرد دعوة ملهاش رد، وده لأن الدعاء مش زرار بندوس عليه فالنتيجة بتطلع فورا. الدعاء له أسرار وله حكم وله أسباب بتخليه يتأخر، وكمان له طرق تانية للاستجابة غير اللي احنا متخيلينها. الفكرة كلها يا صاحبي في انك تفهم ان ربنا بيبصلك من زاوية تانية غير زاويتك الضيقة. يعني انت ممكن تكون شايف النهاردة وبكرة، لكن ربنا بقى شايف عمرك كله. وعلشان كده بقى يا صاحبي في الحلقة دي هنتكلم سوا عن 7 محاور أساسية هتفتح لك دماغك وهتخليك تبص لموضوع الدعاء ده بشكل أوسع، وده لأنك لما تفهمهم مش هتسأل تاني هو ليه الدعاء مش بيستجاب، علشان هنا هتعرف ان كل كلمة قلتها لها قيمة وبتتسجل ليك حتى لو ما شفتش النتيجة دي بعينك دلوقتي. اما انت بقى يا صاحبي دلوقتي فما تنساش تشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش. وبالمرة يا سيدي لو الحلقة دي عجبتك سيب لي في التعليقات قول رأيك ايه في الحلقة دي، وما تنساش اهم حاجة تفعل زر الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. المحور الأول معانا النهاردة هو التوقيت. في البداية كده يا صاحبي لازم تعرف كويس جدا إن التوقيت مش بإيدك، وده في نقطة مهمة أوي هنا الناس بتتلخبط فيها، وهي إن تأخير الدعاء معناه إن ربنا سبحانه وتعالى مش سامع الدعاء. والاعتقاد ده غلط تماما، وده لأن ربنا سامعك وشايفك كويس جدا، بس الموضوع كله إن التوقيت مش في إيدك. بص تخيل معايا كده واحد اسمه محمود، شاب في عز شبابه ونفسه يسافر بره يشتغل ويحقق حلمه. كل يوم يقعد يدعي يا رب ارزقني السفر، ويا رب افتح لي الباب، ويعدي شهر ورا شهر وسنة ورا سنة ومفيش أي حاجة بتحصل. من وجهة نظر محمود الدعاء مش بيستجاب، لكن بقى من وجهة نظر ربنا سبحانه وتعالى لسه الميعاد المناسب مجاش. وده لأنه ممكن يكون لو سافر بدري وهو لسه مش متعلم كويس أو ما عندوش خبرة كفاية كان ممكن يضيع هناك أو يتعرض لمشاكل أكبر من قدرته، لكن بقى لما يتأخر شوية فالتأخير ده له حكمة، والحكمة دي ممكن تكون في إنه يبني نفسه الأول ويعرف يعتمد على نفسه، وساعتها بقى لما يجي وقت السفر الحقيقي ينجح بدل ما يفشل. الموضوع يا صاحبي أشبه بواحد عاوز يسوق عربية من غير ما يتعلم، فطبيعي هنا إن أي حد عاقل مش هيسلمه المفاتيح طبعا علشان ما يبوظش العربية وما يبهدلش نفسه. نفس الحكاية بقى مع الدعاء، يعني ممكن يكون ربنا شايف إن أنت لسه مش جاهز أو الحاجة اللي أنت عاوزها دلوقتي لو خدتها هتأذيك فبيأخرها عنك شوية، وده يا صاحبي رحمة مش أسوأ. علشان كده بقى لما تلاقي نفسك بتدعي وحاسس ان مفيش رد افتكر دايما ان التوقيت مش بايدك، التوقيت بايد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عمره ما هيأخر حاجة الا وفيها خير ليك. المحور التاني بقى هو الشروط. كتير مننا بيقعد يدعي ويدعي ولما ما بيشوفش نتيجة بيقول خلاص الدعاء مش نافع، بس الحقيقة بقى يا صاحبي ان مش كل كلمة بتتقال وخلاص. الدعاء له شروط زيه زي اي حاجة في الدنيا علشان تأدي نتيجتها. تخيل مثلا كده ان انت داخل تمتحن من غير ما تذاكر، فالطبيعي هنا بقى ان النتيجة تبقى سقوط، وده ببساطة لانك ما حققتش الشروط اللي توصلك للنجاح. نفس الفكرة بقى بالظبط في الدعاء. طب يعني ايه بقى الشروط؟ اول حاجة يا صاحبي او ممكن نعتبرها الشرط الاول هو ان قلبك يبقى حاضر، يعني ما تبقاش ماسك الموبايل وبتلعب وتشغل نفسك وبعدين تقول يا رب كده والسلام. ده انت لازم وانت بتدعي تكون حاسس بكلامك ومصدق ان ربنا قادر يحقق لك اللي بتطلبه فعلا. تاني حاجة بقى واللي ممكن نقول عليها الشرط التاني هي اليقين. الدعاء يا صاحبي من غير يقين زي الرسالة اللي انت بتبعتها وانت عارف ان الرقم غلط. هنا بقى لازم تبقى واثق ان ربنا سامعك وان الاستجابة جاية بشكل او باخر. وكمان الدعاء يا صاحبي محتاج اخلاص، يعني ما يبقاش مجرد كلام علشان الناس تسمعك او علشان تحس ان انت عملت اللي عليك، بمعنى ان الدعاء يبقى نابع من قلبك بكل صدق. لازم تعرف يا صاحبي ان الدعاء مش بس لسان بينطق، ده قلب حاضر ويقين ثابت ونية صافية. وانت بقى لما تحقق الشروط دي فالدعاء ساعتها هيبقى له طعم وقيمة وهتستنى استجابته وانت مطمن. المحور الثالث بقى يا صاحبي هو الموانع. الدعاء ممكن يكون كامل الشروط، القلب حاضر والاخلاص موجود وكمان اليقين موجود، لكن برضه مفيش استجابة، وده لان في موانع بتقف زي الحيطة بينك وبين الدعوة. تخيل معايا كده مثلا زي ما قلت لك من شوية ان انت عمال تبعت رسائل على الموبايل لكن الشبكة مقطوعة، فالطبيعي هنا بقى ان الرسائل كلها بتتخزن عندك وما بتوصلش للي قدامك، وهو ده بقى بالظبط يا صاحبي اللي بيحصل مع الدعاء لو في موانع. طب يعني ايه بقى الموانع دي؟ اول حاجه يا صاحبي هي
المعاصي. يعني مثلا تلاقي الواحد طول اليوم غرقان في الغيبة والنميمة والذنوب، وبالليل يرفع ايده ويقول يا رب فرج عني. الطبيعي هنا بقى يا صاحبي ان الدعاء يتعطل، مش لان ربنا مش سامع، لكن لان الذنوب عاملة زي سحابة سودة حاطة حاجز بينك وبين الدعوة. وكمان في مانع تاني خطير جدا، وهو اكل الحرام. يعني برضو تلاقي واحد شغله كله نصب او غش او سرقة، ويجي يدعي بالبركة والراحة. وطبعا هنا يا صاحبي مش محتاج اقول لك انه لا هيشوف بركة ولا هيشوف راحة. وبرضو خلي بالك من ظلم الناس، لانه من اعظم الحواجز بينك وبين الدعوة. وده لانك لو ظلمت انسان او خدت حقه، فالدعاء هنا مش هيمشي، لان دعوة المظلوم بتطلع بسرعة للسماء من غير ما توقفها حاجة، لكن بقى دعوة الظالم هي اللي بتتعطل. الواحد يا صاحبي لازم يبص جواه، لان المشكلة يمكن ما تكونش في الدعاء نفسه، لكن ممكن تكون في الموانع اللي قافلة الطريق. فلو لقيت بقى نفسك عمال بتدعي ومفيش اي نتيجة، يبقى لازم تسأل نفسك، هو الطريق مفتوح ولا انا قافله بذنوبي وظلمي واكلي للحرام؟ المحور الرابع بقى يا صاحبي وهو الاستبدال. اوقات كتير قوي بندعي بحاجه من قلبنا ونبقى شايفين انها افضل حاجه في الدنيا، وساعات ما بتتحققش، وساعتها بقى بنحس اننا خسرنا كل حاجة. لكن الحقيقة بقى يا صاحبي ان اللي بيحصل ده ممكن يكون تبديل الهي لحاجة احسن واكبر من اللي انت كنت متخيلها. تخيل معايا كده مثلا ان في واحدة فضلت تدعي سنين انها تتجوز شخص معين، زي ما بتقول مثلا كده فارس احلامها، وربنا بقى ما استجابش للدعوة دي والموضوع ما حصلش. وبعد فترة اتضح ان الشخص ده مش زي ما كانت فاكرة، وكان ممكن يضيع حياتها، وربنا بقى عوضها بحد افضل واحن وانضج. ساعتها بقى النفس بتبدأ تستوعب معنى المنع هو عين العطاء. نفس الحكايه بالظبط يا صاحبي مع الشغل. واحد بيقدم على وظيفه ويدعي بكل قلبه انه يقبل فيها، ولما يترفض يحس ان الدنيا سودة، لكن بعدها بقى بفتره يلاقي باب اكبر مفتوح بشروط احسن وفلوس اكتر واستقرار اكبر. احنا يا صاحبي ساعات بنبص تحت رجلينا، لكن ربنا دايما شايف الصوره كامله، واللي انت شايفه خساره ممكن يكون في الحقيقه مكسب مؤجل. فاللي لازم نفهمه بقى هنا يا صاحبي هو ان مش كل دعاء ما بيتحققش معناه رفض، لانه ساعات بيبقى تبديل. ربنا يا صاحبي بيشيل منك حاجه كنت فاكرها مصلحه، وهي في الحقيقه اذى ليك، وبيدي لك حاجه احسن بكتير. وهنا بقى يا صاحبي لازم تبقى متاكد ان لا، اللي بتيجي من ربنا ساعات هي في الحقيقه نعم كبيره مستنياك. المحور الخامس بقى يا صاحبي هو الاختبار والصبر. اوقات كتير يا صاحبي الدعاء بيتاخر مش علشان مرفوض، لكن علشان يبقى في اختبار لقوه ايمانك وصبرك. تخيل مثلا كده ان انت طالب والمدرس قرر يديلك امتحان مفاجئ، مش علشان يكرهك او يدوخك، لكن علشان يشوف هل انت فعلا مذاكر ومستعد ولا مجرد واحد ماشي بالعافيه. نفس الفكره بقى يا صاحبي مع الدعاء. ربنا احيانا بيأخر الاستجابه علشان يشوف هتفضل ماسك في الدعاء ورفع ايدك، ولا هتزهق وتسيبه وتقول خلاص مش نافع. ولك يا صاحبي ان تتخيل ان في واحد كان بيدعي بانه يترقى في شغله، وفضل يدعي سنين وسنين، وكل مره بيشوف غيره بياخد الترقيه قبله. اي حد في مكانه هنا كان ممكن يزهق ويسيب الدعاء، لكنه فضل ثابت ومصر على الدعاء، وفضل يشتغل بضمير، وفي الاخر بقى جات له ترقيه اكبر من اللي كان بيطلبها، ومعاها مكانه واحترام. ساعتها بس يا صاحبي فهم ان اللي حصل ما كانش تأخير عادي، ده كان اختبار علشان يثبت نفسه. اللي لازم نعرفه هنا يا صاحبي هو ان الدعاء مش مجرد طلب، الدعاء عبارة عن مدرسة تربية للنفس، وكل ما تستنى وتتحمل كل ما ايمانك بيزيد وقلبك بيتعلم الصبر. فاللي بيستعجل النتيجة بقى يا صاحبي بيبقى زي اللي بيزرع شجرة وبيتوقع انها تطرح تاني يوم، لكن اللي بيصر بقى ويستمر في السقي والرعاية بيجي اليوم اللي بيشوف فيه الثمر قدام عينه. المحور الثالث بقى يا صاحبي هو التخيل. في ناس كتير قوي بتفتكر ان الاستجابة لازم تبقى بالحرف زي ما هم دعوا، لكن الحقيقة بقى ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستجيب بطريقة مختلفة تماما عن اللي في بالك، طريقة انت اصلا ما حسبتهاش، بس في الاخر هتكون هي الاصلح ليك. وتخيل معايا كده ان في واحد مثلا اسمه احمد كان بيدعي طول الوقت انه ينجح في مشروع تجاري معين، دخل بكل فلوسه وجهده، وكل يوم كان بيقعد يقول يا رب بارك لي في المشروع ده. لكن للاسف بقى وعلى غير المتوقع المشروع وقع وخسر، واحمد افتكر ان الدعاء ما اتقبلش. لكن بعدها بقى بفترة اتفتح قدامه باب شغل تاني، وساعتها بس النفس بتفهم ان الدعاء استجاب بس بشكل مختلف. اوقات كمان يا صاحبي الدعاء بيتحقق بطريقة غير مباشرة، يعني انت ممكن تكون بتدعي ان ربنا يشفيك من مرض، والاستجابة تيجي ان المرض ده ما يروحش بالكامل، لكن ربنا بيسهل لك العلاج او يديلك قوة وصبر يخليك تواجهه من غير ما تنهار. وكمان يا صاحبي في حالات تانية الاستجابة فيها بتبقى رافع بلاء كان هيقع عليك وانت مش داري، يعني انت ممكن تدعي بحاجة وما تحصلش، لكن في المقابل ربنا بيشيل عنك مصيبة كانت جاية في السكة. فده لازم نفهمه هنا بقى يا صاحبي هو ان الدعاء دايما له اثر، بس مش شرط الاثر يكون زي ما رسمناه في دماغنا، والاستجابة هي كمان ليها اشكال، وده سر من اسرار رحمة ربنا بينا. المحور السابع يا صاحبي وليس الاخير هو الرصيد. لازم تعرف ان مفيش دعوة بتضيع،
حتى لو ما اتحققتش في الدنيا زي ما انت كنت مستني، وده لان الدعوه دي يا صاحبي بتتخزن عند ربنا كرصيد. كل كلمه قلتها من قلبك بتتجمع لك وبتلاقيها يا اما في صوره حسنات، يا اما في صوره رفع درجات، يا اما في صوره دفع بلاوي عنك من غير ما تعرف. في ناس كتير قوي هيتصدموا يوم القيامه لما يلاقوا جبال حسنات ما يعرفوش مصدرها، ولما يسالوا عنها هيكتشفوا انها كانت بسبب الدعوات اللي دعوها وما اتحققتش في الدنيا، فتعوضوا بيها بقى في الاخره. يعني حتى لما تحس ان الدعاء ما جابش نتيجه، صدقني يا صاحبي هو ما ضاعش، بالعكس هو بقى امان ليك وذخر في وقت هتكون محتاج فيه كل حسنه. فالخلاصه هنا بقى يا صاحبي في ان الدعاء دايما مكسب، سواء شفت النتيجه بعينك دلوقتي او لقيتها متخزنه ليك بعدين. علشان كده بقى يا صاحبي ما توقفش دعاء، لأن كل كلمة بتقولها بتبني بيها قصور ليك عند ربنا سبحانه وتعالى. أما أنت بقى يا صاحبي لو وصلت لحد هنا فأكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، وبالمرة تسيب لي تعليق تقول رأيك إيه في الحلقة دي، وحابب نتكلم عن إيه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله.